مساء الفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة ليلي. النهارده هنبدأ ملخص كامل للحلقة رقم 10 علشان تعرفوا نسمة عملت في شيماء اختها ايه. تابعوني لاخر الفيديو علشان تعرفوا، وما تنسوش اللايك والاشتراك. وزي ما تعودنا بنبدأ مقدمة للحلقة، وامال وحمدية قاعدين في مكتب محاماة، وبعد كده بتقول لهم ما خبيش عليكم بنتكم موقفها ضعيف جدا، الرسائل اللي بتحرض فيها البنات مثبتة. وبعد كده حمدية بتبص لأمال وبتقول لها اختك خلاص ضاعت كده. نرجع هنا الحلقة بتاعتنا، نسمة واقفة مع ابوها وبتقول له كلام وحش جدا عن حسن علشان تبوظ الجوازة، وبتقول له ان هو مش كويس وسمعته مش كويسة وبيعمل حاجات مش كويسة في البنات. وبعد كده بيقول لها عرفت منين؟ بتقول له صحابي في المدرسة قالوا لي وحكوا لي، ولازم ترفض يا بابا، بس ما تقولش ان انا قلت لك اي حاجة من الكلام ده. وهنا كاميليا قاعدة مع باباها وبيقول لها ان طارق ده شاب كويس جدا. اما هنا فتحي بيحلم بشيماء بنته وحلم مش كويس، وبعد كده بيصحى من الحلم مخضوض. بتدخل حمدية وبتقوله مالك، فبيحكي لها بقى، بيقول لها ان بنتك شيماء جالها عريس وسألته عنه طلع مش كويس، وانا مش عارفه اقول لها ايه، وزعلان جدا جدا. اما فوكس بقى ما بيسيبش شيماء وبيقول لها يلا، فبعدين بتقول له انا مش قادره، بيقول لها لا لازم تيجي النهارده علشان نصور اللي اتفقنا عليه. بعد كده طارق بيكلم كاميليا وبتقول له خلاص انا هكلم شيماء. فعلا شيماء بتروح وبتحضر الدعاية للمشروع اللي هيعملوه، وبتصور بقى التصوير اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده بتكلم طارق وكاميليا، بتتكلم معاهم وبتقول لطارق انت هتديني الفلوس كلها دلوقتي. فبيقول لها لا انا هديكي جزء بس النهارده، وبعد كده هديكي الباقي. وبتقول له هتديني فلوس قد ايه؟ بيقول لها هديك الفلوس اللي انت عاوزاها. هما واقفين بيتكلموا، بيجي لها تليفون، بتلاقيه فوكس بيقول لها يلا بسرعه تعالي زي ما اتفقنا. امال بتراقب جوزها، فبتلاقي في عربيه كده جت خدته ومشيت. وبعد كده بتقول لصاحبتها الحقيقي مين دوت، لا يكون بتاع مخدرات ولا ايه. نسمة بقى قاعدة بتتكلم مع صاحبتها ومش طايقة نفسها، وبتقول ازاي حسن مش عاوز يرد عليا، وازاي يخطب اختي ويسيبني انا. صاحبتها بترد عليها وبتقول لها خلاص بقى سيبك من الكلام ده، وابوك لو عرف ان انت كنت بتحوري عليه وبتكدبي عليه على حسن دوت مش هيسيبك. اما هنا طارق قاعد بيتكلم مع كاميليا وبيقول لها لما كان مسافر دبي اتجوز جوازه كده، قعدت بس سنه واحده بس، ومعاه طفل من اللي كان متجوزها دي، عنده 8 سنين، وهما بس يا دوبك قعدوا سنه مع بعض واتطلقوا. فهي بتزعل وبتتضايق جدا وبتقول له مصير الطفل ده هيكون زي مصيري اللي انا متعقده منه طول السنين اللي انا عايشاها. اما هنا شيماء بتروح لفوكس وبيقول لها ان هو هيصور فيديو كليب ومعاها ناس تانية مشهورة برضو. فبعد كده بتقول له لا ما اتفقناش على كده. قال لها لا انت مضيال على الورق، خلاص هاتي 20,000 جنيه وانا هسيبك تمشي وما تعمليش حاجة. فبعد كده بتصور بقى. اما هنا علي بياخد عقابه، والناس اللي خطفته بيطلعوا تبع الست اللي كان ماسك عليها فيديوهات، بيمسكوه يضربوه وبيبقى مش قادر وبيمشي يعيط. اما بعد كده شيماء بتروح تقابل حسن وبيقول لها ليه بتروحي تصوري من غير ما تقولي لي؟ مش احنا اتفقنا ان اي حاجه لازم اجي معاكي؟ قالت له معلش غصب عني، وجت كده بسرعه. وبعد كده الناس اللي في الشارع بيقولوا لها ممكن نتصور معاكي، بتتصور معاهم. اما ابو شيماء وبيقول لها خلاص سيبك من حسن دوت، وانا سألت عليه وطلع مش كويس. قالت له لا يا بابا وافق عشان خاطري. قال لها لا خلاص ما تفتحيش الموضوع ده تاني وخلاص، وربنا يرزقك بالاحسن منه. بتتضايق شيماء وبتروح بسرعه اوضتها. بعد كده بتقول للنسمة انت قلت لبابا حاجة عن حسن؟ قالت لها ما قلتلوش، انا ماليش دعوة بالكلام ده كله. وقالت لها خلاص هو بابا رفضه. ولما علي بيرجع بيلاقي امال مستنياه وبتقول له كنت فين؟ بيقول لها مالكيش دعوة، يلا اطلعي بسرعة على البيت بتاعك. شيماء بتتمشى في الشارع وبتدعي ربنا ان هي وحسن يتجوزوا والموضوع بتاعهم يكمل. وبترجع البيت بتكلم حسن وبتقوله بابا مش موافق على الجواز. وبعد كده بيقول لها قابليني، بتقوله لأ. اما في المشهد ده العيلة كلها متجمعة وشيماء قاعدة في اوضتها ملهاش دعوة بيهم. بعد كده الباب بيخبط، بيروحوا يفتحوا بيلاقوا صاحبة نسمة بتجيلها. وبعد كده بتقوله ان هي عاوزة نسمة تخرج معاها، هيروحوا حنة واحدة صاحبتهم.
ومش بيرضوا يوافقوا، وبعد كده بتقول لهم طب هاخد شيماء معايا، بيوافقوا عشان شيماء تخرج تفك عن نفسها شوية يعني. بسرعة بتروح مامة شيماء لشيماء وبتقول لها اخرجي مع اختك، ووعد مني ان انا هخلي باباكي يوافق على الجوازة بتاعتك، واخليه يسأل عليه تاني ويشوفه كويس ولا لأ. بتوافق شيماء وبتروح معاهم، وبنلاقي هنا المفاجأة الكبيرة ان نسمة بتبعت رسالة لهبة تاتو وبتقول لها ان هي عملت اللي عليها وجابت لها شيماء، ومش مصدقة اللي بيحصل دوت اصلا، ان في اخت تعمل كده في اختها. ان هي خدت شيماء لغاية هبة، وهبة مستخبية بتصورها، ومش عارفين بقى هتعمل ايه بالفيديو دوت. وعلى المشهد ده بيكون آخر مشهد في الحلقة بتاعتنا، واستنونا في حلقة جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، باي باي.